الفل. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. طالعين على غير العاده لايفات ورا بعض، بس عشان طلبكم وعشان الناس عايزين صور. يا ام رفعت العرض ال 50، يا ام رفعت تعملي لنا عروض على الديجراديه، يا ام رفعت عايزين عروض على الكتان، يا ام رفعت عايزين عروض على صاله الفي اي بي بتاعت العرايس. طالعه لكم النهارده كوليكشن كده لذيذ وطايم زيكم بعروض حلوه، يعتبر زي ما احنا قلنا يوم الخميس ان شاء الله، فكام يوم كده والحقهم. الاسعار دي مش هتلاقوها في حته ثانيه. اللي عنده الكوتس تاك ستايل طمنوني الصوت والصوره اخبارهم ايه. هنبدا اللايف على طول وباذنك يا رب ما نحاولش نطول النهارده. معانا كفرات برده صالون وانتريه وركنه، الالوان كلها، بس انا جايبه لكم كام لون بس كده على الطاير. وهنبدا معاكم النهارده ونشرح لكم الكفرات وايه اللي يميزنا عن غيرنا في الكفرات. الكومنتات ظهرت عندك ولا لسه؟ ايوه ظهرت. تمام. اخبار الدنيا ايه؟ الصوت والصوره اخبارهم ايه؟ العنوان يثبت. استنى اما اجي لكم كده ثواني. حبيبتي يا رانيا استنى اثبت بس العنوان. شايفين اللي على الكنبه دول يا بنات؟ الستاير دي كلها تطلع هدايا. ايه رايكم؟ قبل ما ابدا اللايف وقبل اي حاجه، مجموعه الستاير دي طالعه هدايا النهارده. هدايا للشير، هدايا للمنشن، هدايا لاكتر تفاعل معايا النهارده في اللايف. فيعني يا بخت اللي هتبقى شافت اللايف معانا النهارده. كل دول هدايا هتطلع النهارده. في ستاير هتبقى كبيره هتتقسم بنص، وفي ستاير هتبقى الى نوعا ما مقاسها كويس فهتطلع زي ما هي. في من ده على ده، يعتبر هي كوليكشن حلو ولذيذ اهو. كل اللي على الكنبه ده هيطلع هدايا النهارده. يلا جاهزين؟ يلا شدوا حيلكوا شويه معايا في الشير يا بنات. محمد عايزاك تطلع لي الكنبه سن عشان ابدا اجي وراها واعرض الستاير. يلا يا بنات. ولا اقول لكم بصوا عقبال لما نيجي نطلع ندخل على الكتان على طول. كوكي ادخلي افتحي النور من جوه هنا اهو كده في اخر الحيطه هنا كده. يلا مش قوي كده يا محمد. ماشي ماشي يا محمد سهله. يلا يا حبايبي النهارده لايف حلو جدا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تعالوا كده اقلب بقى الكاميرا عليا. لايف حلو جدا. قبل اي حاجه ما تحرمش منكم ولا من دعواتكم ولا من كلامكم الحلو اللي بيوصل لي. الناس كلها على دماغي. النهارده جالي كذا مكالمه فرحتني جدا جدا، من سواء اوردرات اتسلمت او سهله، سواء اوردرات اتسلمت او ناس حلوه بتتابعنا على دماغي. طبعا ده حاجه تفرحني جدا جدا. والله والله الواحد ما قادر يطلع لايف خالص، بس بيطلع عشان خاطر المكالمات اللي بتجيله، عشان خاطر الرسائل الحلوه اللي بتيجي من الناس زيكم. فانتوا على دماغي، ويا رب يا رب كده يقدرنا ونقدر نفرح اكبر عدد منكم. حبيبه قلبي يا حب تسلمي لي يا عمري. تمام تمام. تعالوا بقى هنبدا على طول كده بالكتان، بعروض الكتان اللي هي ستاير المودرنات والكتان والكلام ده كله. بعد كده ندخل على العرض ال50 وندخل على العرض الديجراديه. عامله لكم النهارده كوليكشن عروض حلوه، عندنا كفرات. وما تنسوش الستاير دي كلها هتطلع هدايا النهارده. ده هي مش هقفل اللايف النهارده لما اطلع كل الستاير دي هدايا. اللي هيكمل معايا اللايف للاخر هم دول اللي هيطلعوا هدايا. تعالوا بصوا هدايا. شايفين جمال الستاير؟ كل دي هتطلع هدايا النهارده. كل دول ستاير تقريبا، في كمان في لسه تحت. كل الستاير دي هتطلع هدايا النهارده. تعالوا بقى كده يلا معايا هندخل ان شاء الله على صاله الكتان. صاله الكتان الصاله المحببه لقلوب اقول لكم ايه 99% من العرايس اللي الحبايب اللي بيحبوا الحاجات المودرنات والكلام ده كله. الستاير حلوه جدا مميزه. ستاير الكتان طب ثواني يا جماعه افتح بس المروحه عشان ايه ما تبقاش فاضي يعني. يلا ماشي. يلا فتحنا بقى مروحه بجو حر، اعذروني يا جماعه. تمام. الستاير الكتان ستاير حلوه جدا، منها مودرن، منها حاجات كده لذيذه ورقيقه حلوه قوي 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 تناسب الاذواق كلها. منها حاجات كده سهله زي ما انتم شايفين كده حواليا. الباك جراوند عندي في حاجات فيها نقشات زي كده. اسعارها حلوه جدا. اسعارها تبدا الاوضه هنا، الاسعار تبدا بال 200 جنيه. اسعار الاوضه هنا تبدا من 200 جنيه. كتان حلوه قوي يا بنات. العرايس بقى والامهات اللي حابه تجد والكلام ده كله
وفي ناس بتبقى بتعشق حاجه اسمها كتان. الكتان ده يا جماعه اقول لكم ايه ميزه، حاجه حلوه، لما بيتحط كده في البيت بيخلي البيت في حته ثانيه خالص. شايفين الجمال؟ ممكن عايزاكي تشوفي اكتر من حد متفاعل معاكي في المنشنات عشان نفرحوا معانا بستاره. حاضر. تمام؟ بصوا الجمال. كل ستاره على فكره انتوا ممكن تشوفوهم تحسوا ان هم شبه بعض، لا هم مش شبه بعض خالص. في الماتيريال بتختلف كل واحده عن الثانيه، سمكها بيختلف، النقشه بتاعتها منها فيها بتختلف، في حاجات سوفت خالص ملسه خالص، في حاجات تحسي التشبيحه بتاعتها منها فيها برضو حلوه قوي قوي قوي. في معانا برضو الستاره الحلوه دي حاجه كده رقيقه، تشبيحتها بسيطه ورقيقه جدا، حلوه جدا معانا. ومعانا برضو الرمادي بجماله. الستاير دي طولها 280 يا جماعه، واسعارها تبدا من 200 جنيه. انا مش عايزه اطول النهارده في اللايف، بس هديكم كل اوضه اسعارها هتبدا من كام وعروضها من كام، والحاجه اللي هبقى اخده اكيد اللي سعر عليها هقول لكم اسعارها ايه. بصوا الجمال ده. الستاره دي يا جماعه في حته ثانيه، امسكها يا محمد من عندك. شايفين شكلها عامل ازاي؟ حلوه قوي. الستاره حلوه جدا جدا جدا. عارفين ان فكره ان الامهات تبقى نفسها تفتح وخايفه تفتح، هي دي 2 في 1. بس كده الوانها حلوه جدا يا جماعه. شايفين الجمال ده؟ كل ستاره بجد بتتكلم عن نفسها في الحلاوه. حلوه قوي. تعالي كده هنا. لا للاسف تعالى هنا بس انا عايزه ايه نحاول على قد ما نقدر ايه عايزه ستاره ساده خالص، والكمار بتاعها شغل كده كتان لذيذ اهي، حلوه قوي قوي قوي. معانا منها برضو. انا بحاول اخلي التصوير على هادي شويه عشان خاطر الناس الحلوه اللي عارفاها. الناس الحلوه اللي بتبقى عايزه تاخد سكرين شوت وبتاخدوا لي سكرين شوت، اقسم بالله عبر. ده انتوا بتفاجئوني بالسكرين شوت اللي بيتاخد لي. شايفين الجمال؟ في لسه ايه؟ في لسه كافيه برضو منها اهو. حلوه قوي يا بنات. على فكره حلوه ورقيقه جدا. زهره معاكي يا كوكي؟ زهرة. شدها لكم يا بنات عشان النهارده الهدايا حلوه قوي قوي قوي. بصوا الجمال. تعالوا بقى بصوا الرقه دي. بصوا كده يا محمد معايا معلش. شايفين الرقه والحلاوه؟ كمار بسيط رقيق. الشغل اللي فيه على فكره يا جماعه الدوائر دي شغل هاند ميد، اللي هي الذهبي في ابيض، حلوه قوي قوي. موجود معانا برضو رمادي في ابيض. بس كده يا محمد. حلوه جدا 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 جدا. الكتامات دي يا جماعه حلوه قوي، وعلى شرط اول هنقول 3 عرايس او 3 عملاء، مش هنحدد عرايس، اول 3 عملاء هيحجزوا من صاله الكتان. يعني مثلا هنقول ايه، هياخدوا خصم ايه على الفاتوره؟ هنقول الستاره مثلا ولا بلاش عشان الدنيا ما تقومش، نخليها ما يجوا يتفاجئوا. نقول ولا بلاش عشان ما يلبسش في حيطه؟ ايوه يلبس في حيطه صح؟ بصوا هيبقى في خصم حلو على الستاره. يعني الستاره سي مثلا لو هي مثلا ب 200 هنحسبها لكم على 150، مثلا ب 350 هحسبها لك 300 لاول 3 عملاء بس. لاول 3 عملاء بس. تعالي بقى كده يا محمد معايا معلش. بصوا جمال الستاره دي حلوه قوي يا جماعه. 2 كنار حلوه قوي رقيقه، موجود منها الديزاين ده كمان اهو. ستاير كتان مفيش، بصوا مفيش كلمه. عايزه بقى حاجه طعمه ومنمنمه اهي. بصوا انتوا شايفين رقه الستاره دي ازاي اصلا؟ امسكها كده يا محمد. رقيقه قوي، ستاره رقيقه بطريقه يا جماعه في حته تانيه. واول 3 تجهيز فور فري. يلا بقى حكايه 3 معايا، مش عارفه حكايه 3 انا ماسكه ب3 ليه؟ يلا اول 3 هتاخد التجهيز فور فري، 3 هياخدوا خصم على الستاره، و3 هياخدوا تجهيز فور فري. يبقى كده معانا 6. اخبار الدنيا ايه؟ وريني كده. كده عادي. ماشي.
ماشي انا قلبتها تمام. ايه الاخبار؟ انا اخدت لكم وصلت الكتان بروته سريعه، اسعارها تبدا من 200 جنيه. طول الستاره معانا 280 سم، حلوه جدا جدا جدا. السعر مناسب قوي قوي. اول 3 هيجوا هيشتروا ستاره هياخدوا خصم 50 جنيه على الستاره. تاني 3 يعني كده هيبقوا 6 هياخدوا التجهيز فور فري على الستاير. تجهيز شريط حلو تاخديه على طول على التعليق. تعالوا بقى بينا اوريكم عرض اللي بره ونكمل مع بعض. يلا يا شباب، يلا يا شباب، ما تنسوش يا جماعه الستاير دي هتطلع هدايا. يلا يا كوكي اظبطي الباك جراوند. يلا عرض ال50 مكمل معانا. دي الهدايا اللي هتطلع بسم الله ما شاء الله، حاجات كده روعه. شايفين الجمال والحلاوه؟ الستاير ده هتطلع هدايا. انا بس بوريكم ايه حاجات كده. شفتوا؟ طب دي تنفع تطلع هدايا دي؟ شايفين الجمال ده؟ شايفين الستاره عامله ازاي؟ حلوه جدا جدا جدا. هتطلع هدايا برده معانا النهارده. اكتر ناس متفاعله. تخيلوا بقى دي كام ستاره بكام واحد هيفرح معايا باكتر تفاعل. لو اللايف ما تشدش حلو شويه هضطر اسيب اللايف، يعني هضطر اكسب البنات لبعد اللايف. فيلا شدوا حيلكم شويه. اللي عايز يكسب يعمل منشن وشير على اوسع نطاق عشان تفرحي معايا. اديني وقتي على طول قبل ما اقفل اللايف. تمام تمام. عرض ال50 طبعا ناس كتير عايزين الديزاينات، عايزين الاشكال. عرض ال50 يا مرفعت عايزين نلحق ناخد سكرين شوت ونحجز معاكي. تمام تمام. عرض ال50 معايا يا محمد عشان ايه نبدا نعرضه كده. ايه ناخد من عند ايه هنا، طلعها كده. عرض ال50 رحمه تفاصيلها كده ومن بعيد وثبتيها عشان يبقى ايه الديزاين قدامه باينه. الكنار بتاعها روعه من تحت، تمويجه حلوه جدا. اللون حلو قوي قوي قوي. لو عندك اوضه اولاد هتبقى معاكم في حته ثانيه حلوه قوي قوي في الاوضه. الفض جميله قوي اهي. المتر عامل 50 جنيه. عرض اليوم الخميس، عرض اليوم الخميس. اللهم بلغت اللهم فاشهد. اللافندر وجماله، لافندر في ابيض. انا بحاول اثبت ايدي شويه عشان اللي عايز ياخد سكرين شوت براحتك خالص. معانا برضو اللون الكناري اللذيذ في ابيض، او لا هو مش ابيض، هو اوف وايت. على فكره لونها حلو قوي يا بنات. بصوا الجمال، تحسوها مش صفرا ومش مستردة، تحسوها ذهب. عارفين درجه الذهب؟ هي دي درجه الذهب في الطبيعه. معانا دي ولا منها رمادي ولا منها منت جراي، بترولي. هي لذيذه، هي بتكب لون كده لذيذ وطعم اهي. كل اللي بوريه لكم حاليا المتر عامل 50 جنيه. شايفين الجمال والحلاوه اهي. حاجات رقيقه جدا واسعارها حلوه قوي قوي قوي. مفيش حد هيبيع بالاسعار دي اليومين دول ابدا الا القدس ستايل حرفيا. دي ابيض في فضي. انا ممكن بقول الالوان عشان ساعات اللايف بيخلف معانا الالوان، فانا بقول اللون عشان تبقي انت عارفه الدنيا اخبارها ايه معاكي. بصي الجمال ده كشمير في ابيض برده حلوه جدا. تنفع معاكي اوضه نوم، تنفع معاكي اوضه بنات، هتبقى معاكي حلوه قوي قوي قوي. الذهب الصريح الوضيح استنى ده الكشمير اللي معانا، سيب الكشمير. الذهب الصريح اللي مفيش منه كناري الروعه الملكي بتاعه. حد يقول لي الستاير دي ب 50 جنيه ازاي يا جماعه؟ اقسم بالله ما في كلام من ده خالص. بصوا الحلاوه. يا ابني انت يا اخويا يلا الكشمير 4 كنار حلوه قوي قوي. في شغل بسيط ورقيق بين كل كنار والتاني. عندك كنار اللي هو اللي يعتبر وسط عريض، وسط عريض. الكنار حلو قوي قوي. هيبقى معاكي شكله شيك جدا، وبالذات لما بيبقى مثلا مثلا الحيطه معاكي 3 وتقطع لها 5 أو 6 متر. الكشكشه والتمويجه بتروح في حته ثانيه خالص، بتخلي الستاره بجد تنطق. بصوا الحلاوه والجمال ده. الفض وجماله. فض في ابيض، ده ابيض صريح، فض في ابيض
حلوه قوي قوي قوي. بصوا بقى الطعامه دي، شايفين الجمال ده؟ سهره معاكي يا بنتي. بصوا الحلاوه. بوريكم اهو تدريجيا عشان ما حدش يقول لي ام رفعت احنا ما شفناش. اهو والله العظيم اوريكم اهو. بصوا الجمال. الابيض منها برده صريح حلو قوي قوي قوي. الفض الابيض بتاعها الفض ابيض برده بتاعها حلو قوي اهو. كل دول يا بنات عرض ال50 لحد يوم الخميس. عرض ال50 ليوم الخميس. بص الجمال. اظبطي الباك جراوند كده. بصوا الحلاوه في الكشمير بتاعها برده. مفيش حد هيبصوا هيجيب لكم تفاصيل اكتر من كده بصراحه. بصوا الحلاوه. بصوا الجمال يا بنات. اهو. يعني بصوا مفيش بعد كده. الرقه كلها. خلاص خلاص. يبقى احنا كده وريناكم التشكيله بتاعت الستاير اللي ب50 جنيه. تمام. اخبار اللايف مع العلا ولا لسه؟ لسه؟ ليه؟ ليه ده انا كنت هكسب لحد دلوقتي يا بنات؟ في ايه؟ رحتوا فين؟ كده مش هفرح حد، حرام. ليه كده؟ ليه كده؟ ده الستاير حلوه وجميله والله. لسه معانا برضو عرض الستاير الديجراديه حلوه جدا. محمد معلش تعالى بس ذوق الكنبه ترجع تاني مكانها. انا هاخد الكاميرا عليها خلاص. اهو هتقع. ايوه. هكمل معاكم مع عرض الستاير الديجراديه. بما ان عرض ال80 نجح نجاح حلو جدا جدا وناس كتير فرحت بعرض ال80 جنيه، فاضطريت ارجع تاني عرض الديجراديه. تعالوا بصوا معايا كده اهو. عرض الديجراديه ده سواء اسلامي سواء ديجراديه ساده اللي هو ورايا ده، هيبقى المتر عامل 80 جنيه ان شاء الله باذنك يا رب لمده مرتين 3 ليوم الخميس. طبعا حبيبتي يا حب، مبروك يا حب، احلى حب. لا هو في حاجه غلط يا جماعه، انا مش عارفه اعمل لكم لايك ليه. رحاب مبروك يا رحاب. مش عارفه اعمل لكم لايك، في حاجه مش عارفه. على فكره تاني لايف اطلعه وابقى مش عارفه اعمل لايك للمتابعين عندي. رحاب اول واحده كسبت معانا ستاره. رحاب اول واحده كسبت معانا ستاره، مبروك يا حب. تمام. اللهم صل على النبي. نرجع كنا بنقول ايه؟ الستاير الديجراديه. بما ان عرض ال80 نجح وكان حلو جدا وفي امهات وعرايس كتير فرحوا بيه وكان حلو جدا معاهم، احنا قررنا نعيد عرض ال80 كمل معانا الاسبوع ده. تمام. مبروك عليك اي عروسه واي ام هتحب تيجي تجدد ستايرها من عند القدس تكستايل. عرض ال50 معانا، عرض ال80 معانا، عرض الكتانات تبدا من 200 جنيه معانا. لسه ندخل على اوضه العرايس. تمام. ستاير كده لوز. يلا ها شد حيلك يا ريم شويه وانا هقول لك مبروك يا ريم. شد حيلك في الشير شويه يا ريم. حبيبتي يا رانيا، انتوا اصحاب محل مش محتاجين تقولي لي فرحينا. تمام خلاص عشان ننجز. عشان ايه؟ انا قلت اقف شويه يعني اخدكم في الكلام، اثبت انا شويه. تعالوا بقى اوريكم الكفرات. تعالوا اوريكم الكفرات. هعمل كده اهو ونعمل كده اهو. ممكن تشوفوا يعني ايه؟ ممكن تشوفوا لو عايزه حاجه معينه يا ست الناس عرفيني، عايزاني اوريكي ايه تحديدا قبل ما اقفل اللايف. تعالي يا كوكي واقراي الكومنتات كده لو سمحت عشان اروح. تعالي هنا. انا مش تعالي، انا جايبه على الكفرات. شوفي في حد كان عايز يشوف ايه مش عارفه. يلا يا محمد معايا. بصوا يا بنات، الكفرات بتاعتنا فيها بدل الميزه 10. الكاميرا مظبوطه يا رحمه عليا. الكفرات بتاعتنا فيها بدل الميزه 10. اللي يميز كفراتنا ان محمد ايه في المروحه اللي زنها واصل لي هنا. اللي يميز كفراتنا في الكوسة ستايل ماتيريال، تقفيل،
خامه ما تنزلش لون، ما تفرولش معاكي، مش لما تشدها تطرقع تفك الكلام ده كله. لا انا بديكي حاجه بضمان، بمحل ليه سمعه. ممكن تقولي لي يا ام رفعت انا شايفه عند سين او عين او شين او ايا كان من الحروف الابجديه اللي في السوق، انا شايفه الكفر ده ب 400 جنيه. على دماغي يا ست الناس، روحي جيبيه من اللي ب 400 جنيه، انا ماليش دعوه. انا ما بديكي حاجه بقول لك لبسيها وجربيها، لو في حاجه ارجعي لي. بديكي بقلب جامد، ببقى عارفه هات لي يا محمد حاجه في ايدي. بديكي بحاجه بقلب جامد، بديكي حاجه تعيش معاكي العمر كله. انا بصوا انا ممكن في اللايف مش باين تقلي القماشه قد ايه، انا لو كان في ميزان كنت وريتكم وزن الكفر قد ايه. حاجه محترمه، ماتيريال تعيش معاكي العمر كله. التقفيل مفيش فيه كلمه، التقفيل مفيش فيه كلمه يا جماعه، ما يطرقعش معاكي اهو. ما بي التاني عشان احنا جربنا وشفنا، واللي ورا الكاميرا ده تشهد، عند حد نعرفه بتلبس الكفر، جابته بقى اصل عند القدس غالي خلاص هنجيبه من عند فلان هناك ب 400 جنيه ب 500 جنيه حاجه زي كده. خلاص تمام، روحي بيها يا ست الناس. والله صوابعهم، والله ما انسى المنظر، صوابعهم سلخت واتقطعت وهم بيشدوا الكفر عشان يلبسوه. حصل. واول ما تلبس تك 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 سمعوا طرقعه الخيط. ليك انك تتخيلي معاناه في التلبيس، وبعد ما يا مسهل لبس طق 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 وينزل لون. طب ليه؟ 500 جنيه اترموا في الارض ليه؟ الكفر زياده شويه عند القدس القصير، بس هو مش زياده عشان انا معليه زياده، لا انا على فكره انا ما بحطش الا هامش ربح كاد يكون مش موجود. انا بس بدفع تقفيل نظيف، بدفع ماتيريال محترمه. معلش يا محمد اطلع لي كده الكرتونه الله يخليك. كرتونه بنت ناس تقدري تستخدميها في شوار بنتك بعد ما تخلصي الكفر، حاجه تعيني فيها بطانيه. احنا امهات بنعمل كده صح يا ابني؟ مش امك بتعمل كده؟ مش هدي له كفر عشان امك ماشي. فالطبيعي يا ست الناس، فانا بديكي حاجه تاخديها. لا جيب لي المروحه بتاعتك، ما عادش قادره والله العظيم، خلاص قدامي ثواني وتلاقيني قعدت معاك. فانا بديكي حاجه ما تندميش عليها، حاجه تعيش معاكي العمر كله. نبقى يعني خليه الموضوع مفروغ في الكلمتين دول، عشان ايه؟ يبقى الموضوع ايه؟ مقفول ضبه ومفتاح. اهو الكفر اهو، الودنتين بتاعته اهي، قلنا لبسته مره واثنين وثلاثه معاكم، وقلت لكم الكفر بيتلبس ازاي، طريقته ازاي، بيتعمل ازاي، عرفتكم بيتركب ازاي. مش عارفه؟ ادخلي عندك لايفات قديمه وانا بلبس الكفرات على كراسي على كنب، عملت كل حاجه فيه عشان مش انت ان تاخدي الكفر وتقولي لي مش عارفه البسه ام رفعت مش عارفه ايه. بالنسبه للكفر من تحت يا محمد انت ايه تمام؟ علي بس علي بدات تيجي اهي. الكفر هو اللهم صل على النبي. ولو انت عايزه كفر من غير كوريشه بقى موجود ومتوفر بالطلب، بعملهولك اوردر. ولو الطقم بتاعك اقول لك ايه مش معمول بقى عموله، طقم بقى اللي في حته ثانيه اللي جاي من المريخ اللي عندك ومش عند حد غيرك، وعايزه كفر ليه بقى متاح عندي. بتيجي او لو مش هتيجي هتكلميني. طقم الكنبه مقاسها كذا، عرضها كذا، طولها كذا، مخدعها كذا، ظهرها طوله كذا، هتجيبي لي ابعادها مظبوط، هديكي كفر هتدعي لي عليه العمر كله. ولو عايزه من غير كوريشه ما عنديش مشكله، بقى متوفر. كنت الاول بقول مش متوفر، لا الحمد لله وفضل ربنا اتوفر الموضوع عندنا ان انا اقدر اعمله لكم من غير كوريشه. الكفر هو تركي والماتيريال بتاعته نظيفه بس وفرت منه كميه محترمه وحاجه محترمه عشان اقدر اتحكم فيها براحتي واعمل كل اللي العملاء نفسهم فيه. فكل حاجه نفسك فيها بقت متوفره عندنا، ما عادش حاجه ان شاء الله ان شاء الله مش موجوده عندنا في المحل. كل اللي نفسك فيه وبتحلمي بيه هيبقى موجود عندنا. كفر، ركن، صالون، انتريه، كنبه اسطنبولي، كراسي مش عارفه ايه، ايا كان بقى موجود عندنا. تمام. انا هوريكم سريعا كده حاجات تريكات سريعه. يعني ده مثلا انا مش عارفه ده انتريه ولا صالون ده يا محمد. ده صالون كنبه واربعه فوتيه، يعني ده الفوتيه. معلش يا محمد هات لي الكنبه بتاعته كده. ده كبيره كده واحده، كبيره قوي. ادي ده الفوتيه اهو، شايفين الفوتيه قد ايه؟ همسك معاك الكنبه اهو، شايفين الفوتيه قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله. ولسه يعني ده لسه ولا اتشد ولا اي حاجه. هات
لا يا باشا مش روح هناك. اعملوا كده، امسكوا صح. خلي الودان جوه وسطنا بايوه كمان. الوحوا معايا كده، سيب دي، سيب ايدك دي. ايوه وامسك بقى صح. بص كده اهو اهو. شايف انا عامله ازاي؟ افرد ايدك يا محمد كده اهو. انت بتشدني انا مش قادره يا ابني افهم اهو. ماشي اهو. الكفر اهو حلو جدا. انا بحاول اوريك عشان تشوف الرسمه. انا بشد فيه على فكره والله العظيم. طقطقه القماش كانت الاطرش كان هيسمعها. يعني في الحته الثانيه اللي احنا كنا بنقول فيها، فانا عشان كده بشد. لو في حاجه كنت هتسمعوها او تشوفوها او هتحسوا حتى حاجه قطع، حاجه فرت، مفيش كلام من ده الحمد لله. تمام يا محمد. هات الدرجه الثانيه عشان انت هنا اهو. الدرجه الثانيه كل كفر جايب الدعامات بتاعته. ده ايه يا محمد؟ 4 في 4. ماشي ماشي. ده 4 قطع، يعني 4 قطع يعني 2 كنبه و2 فوتيه. حلو جدا جدا اهو. النقشه دي موجوده والدرجه دي حلوه، ولا منها فاتحه ولا منها غامقه. درجه حلوه جدا، منها تغيري المود بتاع بيتك. حلوه قوي قوي. حاجه تاخديها بضمان. المحل الوحيد اللي فيكي يا جمهوريه، وانا عارفه انا بقول ايه، اللي هيطلع كفر بضمان تروحي تلبسيه وتجهزيه، لو في مشكله بيرجع لك. طبعا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما بتحصلش. هات النبيت يا محمد. كرسي ولا كنبه؟ طيب ماشي. كنبه اهي برضو. رسمه الفراشه وجمالها حلوه قوي قوي قوي. هي نبيتي غامقه بس فيها روح حلوه. على فكره الحاجات دي في التلبيس بجد حلوه قوي يا بنات. حلوه قوي قوي قوي. كل كفر بيجي معاه الدعامات بتاعته. حلوه جدا جدا اهي. ده فوتيه خلاص، ما دام فوتيه امسكه انا عادي مش مشكله. وده الفوتيه اهو. والجناحات بتاعته اهي، اللي هي الجناحات اللي بتبقى المخادع. تمام زي ما احنا متعودين. قلت لكم بتمسكي الكفر الاول صح كده، وبعد كده بتاخدي دي عليكي كده، وبعد كده هوبا تلبسيه على الكرسي. تمام. طبعا في الوان كتير وفي حاجات كتير، بس انا ما حبيتش ايه ان اطلع الليله كلها عشان ما هبطش وهم يهبطوا معايا وكده يعني، والصحه بقت على القد. تمام. تعالوا بقى اوريكم ايه ستاير العروسه. يلا يلا تعالى. مش يا محمد والله. طيب لما اروح اشتغل تاني تعالي يا كوكي. دايما في جديد، دايما في شغل مميز. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. مش هقول يوميا، يوم بعد يوم بينزل شغل جديد في المحل. يوم بعد يوم الكوليكشن بيزيد والجمال والحلاوه بتزيد في المحل. يعني لو انت جيت النهارده مش هتلاقي الحاجه بتاعت بعد بكره. الحمد لله يا رب. دايما في شغل جديد. هات لي دي كده يا محمد في ايدي اهو. شغل لسه ما هات يا ولد، هات يا ولد اهو. شغل لسه ما اتفتحش اللهم بارك اهو. طلع وريها لهم يا محمد. الرمادي دي شكلها حلو قوي بس لسه تقريبا ما اتفرشتش. يلا حطها بقى عشان نحط، عشان مش هاكل في ايدي. تمام. فاللهم صل على النبي. تشكيله ستاير حلوه جدا. تعالوا بقى اما نوريكم زوم ان على الستاير العروسه والستاير الايطالي للناس اللي قالت لي انا عايزه ستاير ايطالي يا مرفع. تعالوا اوريكم فستان العروسه لما يبقى على هيئه ستاره. تخيلي بقى فستان عروسه على هيئه ستاره. الشكل بيبقى فين؟ صالونك بيبقى في حته ثانيه. مفيش. تعالي يا كوكي هنا اهو. تعالي يا محمد معايا بعد اذنك. هنبدا بالستاره دي الاول. بصي كده بقى، ده انت تيجي وتقربي. ماشي. تعالي. وتفاصيل التفاصيل في الستاره. هنثبت ايدنا شويه يا محمد لحد هي ما تثبت 5 بس، تاخد الشكل مظبوط في التثبيت. الستاره في حته تانيه. براند مختوم عليها، مختوم عليها ستاره بنت ناس. بص تحطها في الصالون تزيد قيمه الصالون قيمه فوق قيمه. تمام. دي ستاره حلوه انا بحبها. مش هقول لك الواو بس بحبها. هوريكم لسه الواو. الفيرزاتشي وجماله وحلاوته وتفاصيله الروعه. لما بتتخيلي كده لما بتاخدي الستاره وتتجهز وتتفرش في بيتك مع نزلات بيجات او ذهبيات، ودي برضو مطعمه بكشمير هتبقى برضو في حته تانيه. لا لا بجد الستاير دي يا بخت العرايس، ويا رب يا رب يفرحهم بحاجه النبي يا رب. دي ستاره عروسه على هيئه ستاره.
فستان عروسه، سوري، فستان عروسه على هيئه ستاره. فستان عروسه على هيئه ستاره. شايفين الجمال؟ شايفين الورده؟ اللي عايز بقى يلحق يلحق. نازله عرض حلو جدا الاسبوع ده، مش هنقول كام عشان ما يحصلش مشاكل عشان العرايس اللي اخدتها، بس انا كل اللي اقدر اقول لك عليه ان الحاج عامل خصم حلو جدا جدا على الستاير دي اليومين دول، عشان خاطر اللي احنا في موسم عرايس، وخاطر مبروك قبل ما انسى، مبروك لكل واحد تعب واجتهد في الثانويه العامه، يا رب ما يضيع لكم تعب. مبروك للي جاب مجموع عالي، ومبروك اللي جاب مجموع وسط، ومبروك للي عدى. كل واحد بيتعب وبيلاقي. يا رب يا رب يا رب عقبال كليتكم وتفرحوا اهاليكم. فاحنا عاملين العروض ديت على شرف الناس الحلوه، على الامهات اللي تعبت، على الامهات اللي طلع عينها طول مذاكره الثانويه العامه. فتعالي يا ست الكل، زي ما تعبتي مع ولادك في المذاكره، تعالي القدس تكستايل هيعمل لك مفاجاه حلوه جدا جدا. وبالذات الامهات اللي عندها اولاد او بنات ثانويه عامه، لما تنورنا في المحل تعرفنا ان هي ولادها كانوا في الثانويه العامه، ليهم خصم حلو قوي قوي، خاص بيهم هم بس، خاص بيهم هم بس. تمام تمام. تعالي كده معايا، تعالي هنا يا محمد معلش. بصوا هو ستاير كتير والله، انا محتاره، بس بصراحه انا ما عدتش، الدنيا مش احسن حاجه، بس يعني ايه، هي ستاير حلوه، الستاير كلها جميله اللهم بارك يعني. بصوا الستاير الحلوه عامله ازاي. سيبكم من دي، تعالى يا محمد معايا في دي. شايفين الحلاوه، شايفين الطعامه يا ولاد، وربنا الستاره بتنطق. بصوا بقى، ورده الطايره على الجمال والهداوه. لو انت مثلا مش عاجباكي الثانيه، هي اذواق، في ناس ما يعجبهاش دي، وناس يعجبها دي، وناس ما يعجبهاش دي، هي اذواق. انا بوفر لك يا ست العرايس اذواقكم كلها. شايفين بقى حلاوه دي متفرعه من اولها لاخرها ازاي، لدرجه في الكنار فوق ورد، الكنار كده ورد طاعم قوي قوي فوق، بس هو ممكن مش باين عشان ملموم من فوق. كل تفاصيلها حلوه فيها، حلوه جدا جدا. الكشميري برضو فيها حلو، ستاير حلوه قوي يا بنات. ربنا يهني جميع البنات اللي هتاخدها وتتهنى بيها يا رب. بصوا يا جماعه معلش، هقعد قربي لي التليفون، قربي لي التليفون مش مشكله، قربي اما اقلبي التليفون علينا اما نشوف مين المتفاعل، بفرح حد ومنها برضه اكون قعدت. طبعا بعتذر ما قدرتش اطول معاكم في اللايف النهارده، بس الدنيا مش احسن حاجه. طبعا بما ان مفيش التفاعل اللي كنت متوقعاه، وشايفين كميه الهدايا اللي انا مطلعاها، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك قد ايه، ستاير حلوه جدا جدا وقيمه. فهضطر اسيب اللايف اديله فترته، عشان يمكن في ناس تحتفل بقى بالثانويه العامه خارجه الكلام ده كله، عشان يبقى انا يعني ايه، يبقى الناس كلها كسبت، محدش زعل. عشان كل مره يا ام رفعت احنا بندخل بعد اللايف وما بنكسبش، لا يا ست الناس، انا هديكي فرصه اهوت تدخلي بعد اللايف وتكسبي وتفرحي وتشوفي كل حاجه. تمام تمام. يبقى احنا عروض الستاير معانا، عروض الستاير معانا تبدا من 50 جنيه. الكتانات تبدا من 200 جنيه. صاله الكفرات، في كراسي سفره وانتريه وركنه وصالون. اوضه العرايس بتبدا معاكي من 300 جنيه. اوضه العرايس اللي هي الفي اي بي بتبدا معاكي من 300 جنيه، اسعارها متفاوته معاكي من 300 جنيه ل 1500 جنيه، جميع الاسعار موجوده. طبعا الاسعار ديت في بعدها خصم كمان، يعني انا بقول اوريدي سعر وفي بعد كمان خصم ان شاء الله خلال الاسبوع ده بس. فكل اللي اقدر اقول لك عليه، هستناكم تنورونا في الفرع الرئيسي بتاعنا دمياط الشهبيه بجوار اسم شرطه تاني مباشره. هستناكم فاتحين طول ايام الاسبوع من الساعه 10 الصبح للساعه 10 بالليل، وعندنا خدمه شحن محافظات. وهستناكم لرسائلكم لاي حاجه عن الادمن، هترد عليكم على الكومنتات وعلى رسائل البيدج.
تمام. بعتذر جدا، معلش اللايف النهارده مش احسن حاجه معايا، بس ان شاء الله هعوضكم بلايف قوي جدا جدا، اكون احسن من كده كمان، وهعوضكم بلايف قوي جدا جدا. وما تنسوش اللايف ده هفرح بيه البنات اللي كسبت معايا ستاير، على شرط لو اللايف ما اترفعش رفعه حلوه هضطر ادخل اعمل ستوريات واكمل ستوري الستاير اللي انا مطلعاها. فانت وحظك بقى، وشد حيلك معانا يا ست البنات. تصبحوا على الف خير. خلاص وصلت. باي باي.